رجل قتل زوجته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. بالأمس ضربها زوجه فكتبت قبل أن تموت، كتبت في عذاباتها الأخيرة، كتبت: لو كان لدي أخ لأحتمي به من ظلم زوجي، لكنها تحت ضرب زوجها ماتت. أحبتي، كانت آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. يا رسول الله، لكنهم ضيعوا وصيتك وفرطوا في دينك. فاتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في أخواتكم، اتقوا الله في أمهاتكم، اتقوا الله في النساء، فإنهن المؤنسات الغاليات. بعض النساء يضربن يوميا في البيوت لكنها لا تتكلم، تصمت حفاظا على بناتها، على أولادها، على زوجها. لكن هذه الأخبار متى تصلنا؟ تصلنا إذا ماتت المرأة، تصلنا إذا قتلت الزوجة. لكن والله من الزوجات ومن الأخوات من يقتلن في بيوتهن ليل نهار ولا نسمع عن أخبارهن. لهذا تفقد أختك يا أخي، أختك المتزوجة تفقدها كل يوم، اسأل عنها، كيف يعاملك زوجك، ماذا ينقصك. أنت أيها الوالد تفقد بنتك، تفقد بنتك، اسألها ماذا ينقصك، كيف معاملة زوجك مع البيت. لا تجعلها تخبئ عليك شيئا، وإلا والله سيأتي وقت لا ينفع فيه الندم.